ربع ساعة او تلت ساعة بكتيره، لان الحمص ما بياخدش سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل حاجه شتويه حلوه كده بتدفي البرد ده، حمص الشام او الحلبسه. معايا نص كيلو من الحمص، جبته وبليته من امبارح، الحمص الرفيع الحبه البلد الصغيره ديت، جبته وبليته من امبارح. معايا هنا طماطم، ومعايا هنا 5 أو 6 فصوص ثوم، ومعايا هنا ملح، ومعايا كمان بابريكا، ومعايا الليمون، وطبعا في شطه وفي كمون وفي الحاجات ديت. ده الدقه بتاعته. بس تعالوا الاول نسلق الحمص ده مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاطه ميه سخنه هنا على البوتاجاز. الحمص يا حبايبي بليته وغسلته كذا مره. بسم الله. مش شرط، هسيبه يا حبايبي كده يغلي مع نفسه. واول ما هتطلع الريمه لازم اشيل الريمه واصفي الميه خالص، ان شاء الله حتى اشيل الميه واقلبها واحط ميه نظيفه تانية. المهم ما اخليش في الحمص بتاعنا ريم خالص. دلوقتي هسيبه على النار، هغطيه يا حبايبي، واول ما هيغلي كده ويخش مرحله التسويه هنيجي نكمل باقي الخطوات بتاعته ان شاء الله. تعالوا يا حبايبي نعمل كده الدقه بتاعت الحمص الشام بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دول يا حبايبي مقدار ربع كيلو طماطم، يعني 4 حبايات، ودول حوالي 5 فصوص ثوم. عندك ثوم مفروم عادي تضيفي معلقه صغيره زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن على فكره تضيفي الثوم على طالما مفروم يعني على الحمص على طول، ممكن تفرميه تاني في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا يا حبايبي بابريكا دي مرقه فوريه، قلت لكم ده سر حمص الشام اللي بيبقى في الشارع. والملح الابيض طبعا هنظبط على حسب المزاج بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوريكم الحمص يا حبايبي هنا بيغلي اهو، وشلت الريمه. بصوا الميه صافيه ازاي ما شاء الله. بدأ يدخل في مرحله السوى، علشان كده انا هضيف الدقه خلاص بتاعته علشان يتشرب معايا كمان. عملت يا حبايبي الدقه اهي، فرمتها على الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامله ازاي، لونها جميل خالص وريحتها تحفه والله. بسم الله. وهسيبه مع نفسه دلوقتي لغايه ما يخش في مرحله السوى، وبعدين نعمل الحمص الشامي الجميل بتاعنا ده، الدقه الحلوه بتاعتنا ان شاء الله، علشان نقدم مع بعض باذن الله. تعالوا نشوف يا حبايبي الحمص بتاعنا. بسم الله. شايفين لونه جميل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوريكم بس حابه ان هو استوى، يعني استوى خالص اهو. بسم الله ما شاء الله. خلاص كده هنعمل الدقه مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هياخد حبه من الدقه الحلوه دي. بسم الله. لو احتجت ان هنا الميه بتاعته جامد ضيفي شويه ميه، مفيش اي مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي هحط فيها يا حبايبي الكمون، هي اللي هضيف عليها الليمون. معلقه كمون حلوه كده. الكمون ده بجيبه حب وحمص واطحن انا في البيت، عشان كده ريحته نفاذه وجميل ما شاء الله. واضيف كمان الليمون. وهقلب كده الدقه الجميله دي. وكمان الشطه نفس الكلام، بس الشطه مش هنضيف عليها ليمون ولا اي حاجه. والشطه دي نخلي بالنا منها، ده على حسب يعني. الشطه تحت دي برضو سوداني، وانا جايباها قرون كده زي ما هي وطحناها، فشديده جدا. نحط منها حبه بسيطه على حسب اللي بيحب الشطه. تعالوا كده يا حبايبي نقدم الحمص بتاعنا. بسم الله. اي كوبايات عندك شفافه كده عشان تعجب الاولاد قدم فيها. بسم الله ما شاء الله. شايفين شكله عامل ازاي ما شاء الله. نضيف الدقه. بسم الله. والشطه على حسب، خدوا بالكم من الشطه عشان الاطفال. بسم الله ما شاء الله. وحمص الشام بتاعنا يا حبايبي ما خدش معانا يمكن ربع ساعه او تلت ساعه بكتيره، لان الحمص ما بياخدش سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن على فكره يا حبايبي في الدقه وانا بعمل الطماطم على الخلاط اضيف نص بصلايه، برضو جميل جدا بالبصل، بس يعني في ناس ما بتحبش ريحه البصل، فكل واحد براحته يعني. ده الشكل النهائي الحمص الشام بتاعنا بمرقه الدجاج الفوريه. ممكن تحطوا مكعب، لو ما عندكيش السابه تحطوا مكعب. بس حبايبي ما ينسونيش في اللايك والشير ويشتركوا في القناه، عشان ان شاء الله يوصلهم مني كل الوصفات السهله السريعه.